ففي كذا حاجة بتميزنا، بس في رأيي أكتر حاجة بتخلينا مختلفين إن إحنا طريقة التعليم ما هياش ميجر معين أو حاجة معينة، إحنا بنسمي نفسنا حاجة اسمها liberal arts. طب خليني أبدأ مع حضرتك أول سؤال. ال ASC تعتبر من الجامعات الرائدة في مصر، فإيه اللي بيميز دور الجامعة في المشهد التعليمي دلوقتي؟ بس هي جامعة أولا إحنا كملنا 105 سنة، هي جامعة قديمة وفي نفس الوقت جامعة قديمة، بس دايما بنحب نبقى on the strong edge أو the leading edge of what we're doing. ففي كذا حاجة بتميزنا، بس في رأيي أكتر حاجة بتخلينا مختلفين إن إحنا طريقة التعليم ما هياش ميجر معين أو حاجة معينة، إحنا بنسمي نفسنا حاجة اسمها liberal arts. liberal arts means إن الستودنت بيدخل يقدر يجرب حاجات كتيرة، يقدر يشوف majors وماينرز، يقدر ياخد كورسز بره الميجر بتاعه. دايما الطلبة وهي بتاخد الكورسز دي تبقى متضايقة لازمتها إيه، ملهاش لازمة، بس هي actually it helps the student يبقى عنده what we call a well-rounded human being. يعني يعرف يتكلم في حاجات كتير، يبقى عنده visibility على حاجات كتير. دي one aspect. الاسبكت التاني is اللي بيحصل بره الكلاس روم، اللي هي الco-curricular part. ان الستودنت ينجيج في حاجات مع في مثلا في كلابز، ينجيج في internships، ينجيج في شركات بيتعلم فيها، يروح يسافر بره يرجع. كل ده بيحسن من personal skills. الاكسبيرينس اللي بنسميها اليونيفرسيتي اكسبيرينس is very rich عندنا، دي طول عمرها. وعشان كده حتى دايما السيرفيز بتاعتنا اللي بنرندم حتى against the US وجامعات US، احنا حاجه اسمها الهاي امباكت براكتسز بتاعتنا are very very high. وده بيخلي الجراديوت بتاعنا يقدر يشتغل في اي حاجه، يقدر يشتغل technical person، يقدر يشتغل مانجمنت، يقدر اكسل، يبان، يفتح شركته ويعمل whatever. and we see this in our alumni. عندنا حاجه بتاعت 40,000 alumni over the years and it's this edge اللي فعلا بيخليهم in my opinion يعني stand out over and above طبعا الacademic qualifications اللي بياخدها يعني.